السلام عليكم. عاملين ايه يا بريبتو؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده نبدأ exam 2. يلا بينا بسم الله. The first question بيتكلم عن choose the correct answer. number 1 بيديني عايز السكوير روت اوف 10. حبايبي هنجيب الكالكوليتور بتاعتنا ونقول له كده السكوير اوف 10 هيكوال كام. هو عطوهولي بالايه، عطالي كده روت 10. هنعمل اس دي بتاعتنا هيقول لي 3.16. هاخد كده هو 3.16 واعمل لها approximation. هنا ال 3 هتسأل ال 1 بور ولا ريتش. ال 1 هنا بور ولا ريتش؟ بور، فمش هيدي 3. يبقى after approximation it will be ايه؟ it will be 3. number 2 بيقول لي what is the value of ده over ده. calculator ما دام عندي تشوز يا حبايبي مش هنشغل بالنا خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل كده ايه؟ آه الفراكشن بتاعنا ونحط فوق روت 63 وننزل تحت. نطلع الأول من الروت وبعدين ننزل تحت. تمام. هعمل روت 7 هاي ايكوال كام؟ هاي ايكوال 3. خلاص كده الانسر بتاعتي على طول 3. تمام. نمبر 3 بيقول لي if x plus 4y equal 8 وال x minus 3y equal 5 what is the numerical value of the polynomial ده. طيب حبايبي هنسيب دول كده في الاخر وبعدين هاخد دول كده هعمل لها الاول factorization. عشان اعمل لها factorization هنا عندي في coefficient للاكس بار 2 او للفيرست ترم. لا ما عنديش. تمام. يبقى احنا كده هنفتح 2 brackets. تمام. واحد هياخد اكس والتاني برضو هياخد اكس. وابتدي اعمل فاكتورايز لمين؟ للثيرد ترم وهاخده بالساين بتاعته. ليه هاخده بالساين بتاعته حبايبي؟ عشان انا هقول له كده ال 12 عبارة عن ايه؟ 1 تايمز 12، 2 تايمز 6، 3 تايمز 4 والساين بتاعته كانت ماينس. يبقى انا هعمل ماينس ما بين الايه؟ الفاكتورز دولت. هنا هيدينا 11، هنا هيدينا 4 وهنا هيدينا 1. هروح على الميدل ترم كده اشوف عندي الكوفيشن بتاعه كام. اه ده مفيش يعني كان 1. مين اللي هينفع معانا؟ مين اللي طلع معانا ب1 هنا؟ اه 3 وال4. حط كده عليه فريم يبقى هم دول اللي هاخدهم. تمام. قبل ما اخدهم كده الاول هشوف الساين اللي هحطها في التو براكتس. عندي السرد هو اللي بيحدد الايه؟ الساين بتاعتنا. لو كان بوزيتيف بيقول لي ماليش دعوه، راح اخد الساين من الميدل حطيه في التو براكت. طب هنا عندي ماينس يقول لي لا حطي واحد بلس والتاني ماينس. بس برضو هتروحي للميدل ترم. هي هتشوف الساين بتاعته كام. انا عندي هنا بوزيتيف في الميدل ترم هروح احط عنده مين؟ اروح احط عنده النمبر الكبير. مين الكبير هنا؟ 3 ولا الفور؟ الفور. راح احطها عند مين؟ عند الساين بتاع الميدل والتاني ياخد 3. تمام. طيب نروح بقى كده نرجع المسألة لسه ما خلصتش. ليه؟ لان هو كان عاطينا الاكس بلس 4 y equal 8. تمام. فين الاكس بلس 4 y؟ نسينا ان الواي كمان بتاعتنا دي هنا في y وهنا كمان في y. ده كله بكام يا حبايبي؟ ده كله بايه؟ الريليشن ما بين التو براكتس تايمز x minus 3y بكام؟ عطاها لي 5. يبقى 8 تايمز 5 هي ايكوال ايه؟ هي ايكوال 40. يلا اللي بعده. بيقول لي نمبر 4 if 25 to the power 2 minus ال 15 to the power 2 equal 10x what is the value of x. طيب حبايبي لازم نحل ده كده الأول. طيب احنا لو حليناه ممكن نحطه على الكالكوليتور على طول، ممكن عشان ده كده عندي الشويسز. لكن الأصل ده كده بتاع حبايبي عبارة عن ايه؟ ده difference between two squares. ايه ده؟ اه مش ده سكوير وده سكوير ودي كده ماينس، يبقى difference between two squares. بنعمله ازاي؟ بنعمل تو براكت، واحد بلس والتاني ماينس. يبقى احط هنا 25. هو 25 to the power 2 under root هيدينا 25 بس. نفس الكلام ال 15 و25 بلس ال 15 دول كده هيدونا كام؟ ده كده هيدينا 10 تايمز وده كده هيدينا 40. يعني كله على بعضه ايكوال كام؟ ايكوال 400. طيب حبايبي مين اللي ايكوال بقى 400؟ كل ده كده المفروض 400 ايكوال كام؟ 10x. يبقى انا هقول له ايه ال 400 ده ايكوال 10x. هودي التاني الناحية التانية، بدل ما هي تايمز الاكس هتبقى ديفايدد. يبقى الاكس هتيكوال كام؟ الزيرو يروح مع الزيرو ايكوال 40. يبقى ايه؟ هيدينا لتر A. نمبر 5 بيقول لي what is the greatest common factor of the polynomial. هنعمل ايه؟ هنجيب ال greatest common factor ما بين ال 12 والايه والايه. طيب في ناس بتجيبها طبعا على طول وفي ناس طبعا لازم تعمل لها فاكتورايز، والاحسن انا بفضل بصراحة ان احنا نعمل فاكتورايز. ال 12 دي كده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ ال 12 عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز ايه تايمز 3. طيب ال 8 عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز 2. حط ال 2 بقى التالتة بره.
عايز ايه؟ عايز الجريتست كومن فاكتور، فانا هاخد الكومن بس. يبقى 2 تايمز 2 هي ايكوال 4. يبقى انا هنا عندي النمبرز طلعت 4. طيب في عندنا اكس هنا واكس هنا، باخد اقل باور. يبقى مين هنا الاكس الاقل باور؟ الاكس دي. في حد تاني؟ لا مفيش. يبقى كده عندي الجريتست كومن فاكتور ما بينهم هما الاثنين is 4x. نمبر 6 بيقول لي if triangle دوت is right angled at y. تمام، هو right at y. لازم نرسمه حبايبي عشان نعرف نجيب relation ما بين ال 3 sides. هو right at what at y. ارسم كده واقول له دي كده ال y. التانيين بأي واحدة x اي واحدة z مش فارقة. تمام. طيب ده حبايبي احنا بنعملها ازاي؟ مش الرايت انجل تراينجل، يبقى انا عندي الايه الاوبوزيت للرايت ده كده الهايبوتنس بتاعي. يعني الهايبوتنس سكوير ايكوال ايه؟ السايد ده سكوير بلس السايد ده سكوير. هكتبها انا ومش هبص للانسر دلوقتي. يبقى انا هقول له ان الزي اكس تو ذا باور 2 هتيكوال الاكس واي تو ذا باور 2 بلس الواي زي تو ذا باور ايه؟ تو ذا باور 2. هدور بقى، ممكن يكون مبدل لي الاكس مكان الايه الزي، عادي مفيش مشكله. تمام. هندور بقى كده مين اللي موجود عندي بالشكل دوت. مين هنا الاكس زي الاول؟ الاكس زي اهي. بس خدوا بالكم انا هنا حاطه بلس. لا ده كده مش هتنفع. فين اكس زي تاني؟ في اكس زي اهي او زي اكس مش فارقه، احنا قلنا مش مشكله الليترز يتعمل لها اكستشينج. تمام. وهنا الاكس واي تمام والواي زي تمام، يبقى هي دي الانسر ايه؟ الانسر بتاعتي. يلا بينا كده نمبر 7. بيقول لي if triangle XYZ. عند الترينجل ده if XY equal كلهم are equals. تمام، مادام كلهم are equals يعني معنى كده ايه يا حبايبي؟ يعني ايه؟ كل انجل بكام؟ ب 60 ديجري. يبقى اي انجل فيهم هتيكوال كام يا حبايبي؟ 60 ديجري. ده كده هيبقى equilateral triangle. عطينا هنا right angle triangle، وعندي ايه كمان؟ ده الكيس بتاعته اللي هي 30 60 90. ماله the ratio between the length of the hypotenuse and the length of the side opposite to the angle of measure 30. تمام، الهايبوتنس والايه السايد اللي opposite لل 30. احنا عارفين السايد اللي opposite لل 30 equal what؟ الله ينور عليك، وايكوال هاف الهايبوتنس. يعني ده ايكوال نص الهايبوتنس. يا ترى هو جاب ال 30 الاول ولا جاب الهايبوتنس الاول؟ تمام، جاب الهايبوتنس الاول. يبقى الهايبوتنس ياخد 2 وده كده هياخد 1. يبقى كام تو كام؟ 2 to 1. خدوا بالكم مين اللي جابه الاول. تمام. اللي بعده نمبر 9 بيقول لي هنا ايه from the given histogram what is the ايه the model interval. عايز الموديل انترفال. طيب اللي احنا بنجيب من عنده المود يعني مين هنا؟ هو احنا عارفين بالهيستوجرام بنجيب المود من اعلى بار. مين اعلى واحد فيهم؟ ده. الانترفال بتاعته بكام؟ بناخد الانترفال بتاعته من بداية البار بتاعته. يبقى دي الانترفال بتاعته بكام يا حبايبي؟ ب 50 and more. يلا بينا نروح للسكند كده جروب. بيقول لي if x equal ده وال y equal ده find the value of expression دي. طيب لازم الأول نشوف الإكسبريشن دي كده عبارة عن ايه. ده كده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ في عندي هنا نيجاتيف، يبقى ده كده difference between two squares. هعمل ايه؟ هعمل لها factorize. هعمل two brackets، واحد بلس والتاني ماينس. x بلس الواي و x ماينس الايه؟ الواي. تمام. بيقول لي ان الاكس كام؟ هو عايز ايه؟ احنا ممكن نعملها على طول او ممكن نعملها مادام دي فاليوز ممكن نعملها على طول، ممكن ناخدها كده عادي مفيش مشكلة. طيب هنا الاكس بكام يا حبايبي؟ 2 روت 2 ماينس 3 تايمز هي 2 برضو روت 2 بلس 3. يا اما ناخدها كلها على بعضها اقول له 2 روت 2 ماينس 3. ده كده تو ذا باور 2 ده كده تو ذا باور 2. الاتنين صح او الاتنين صح. تمام. طيب لو جبناها كده او جبناها كده مفيش مشكلة على الكالكوليتر. لو حطينا دي كده كلها على بعضها هتدينا الانسر بتاعت دي كده ايه كلها. يلا بينا كده على الكالكوليتر ناخد الاقصر. هياخد بس نفتح براكت زي ما انا كده بالبراكت بالظبط. خدوا بالكم الماينس ملهاش علاقة خالص بالواي، دي ماينس الواي فالماينس بره البراكت وحطينا الواي نفسها تو ذا باور 2. يبقى 2 روت 2 وبعدين نطلع من الروت كليك يمين وبعدين هقفل البراكت بتاعي اخليه يقول تو ذا باور 2. وبعدين علاقته ايه؟ علاقته ماينس مع براكت تاني 3. هعمل كلوز للبراكت
to the power 2. ده كده هيكوال كام؟ هيكوال نيجاتيف 1. يبقى الانسر بتاعتي هقول له السوليوشن سيت بتاعي هيكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يلا بينا. بيقول find using the number line. عايزين نعمل على النمبر لاين يا حبايبي. هعمله ازاي؟ يلا بينا نرسم النمبر لاين بتاعي. هعمل هنا عندي اكبر رقم 6، فهبتدي كده ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6. تمام. وهنا هخلي كده واحدة بس كده نيجاتيف 1. وابتدي بقى كده اعمل ايه؟ هعمل اول حاجة الانترفال الاولانية يا حبايبي. الانترفال الاولانية عندي جاية من عند السكس. السكس هنا closed. تمام. هعملها closed. تمام. ورايحة للنيجاتيف انفينيتي. كل ده معاها، كل ده كده معاها. وبعدين هياخد بقى كلر تاني مختلف، بس طبعا في الامتحان انتوا بتعملوا تو لاينز اسهل لكم. تمام. هاخد بعد كده عندي الايه التاني عبارة عن 4 بس open. وبعدين رايحة للايه للانفينيتي، للبوزيتيف انفينيتي. كل ده كده معاها. تمام. هو عايز ايه بقى حبايبي؟ عايز الاولاني ديفرنس التاني، يعني اللي موجود عند الفيرست ومش موجود عند السكند. يا ترى مين اللي موجود عند اللي فوق ومش موجود عند اللي تحت؟ تعالى كده نشوف. كل ده كده موجود فوق ومش موجود تحت. لحد فين؟ لحد هنا. طيب يعني ميس كده نيجاتيف انفينيتي. اول حاجه كده نيجاتيف انفينيتي كلها مش موجوده ايه تحت. تمام. طيب انا عايز اعرف بقى، ابتدينا بقى من عند مين؟ من عند الفور. بس الفور هنا يا ترى كانت موجودة عند الايه؟ عند الانترفال التانية ولا مش موجودة؟ لا دي كانت open. تمام. فيبقى هنا هاخدها معايا closed. تمام. هو بيقول لي اللي موجودة عند اللي فوق ومش موجودة عند اللي تحت، فالفور مش موجودة عند اللي تحت، دي open. تمام. فانا هاخدها معايا فوق واخليها ايه؟ closed. تعالوا نشوف الايه النمبر لاين التاني دوت. يلا بينا نمبر لاين. عندي اكبر رقم فيهم فين؟ فيهم 5. يلا بينا 1 2 3 4 5. واخلي هنا نيجاتيف 1 موجودة برضو معانا. يلا بينا نعمل كده اول انترفال عندي في النيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ايه كلوزد، وعندي كمان الفور برضو ايه كلوزد. وهعمل اللاين ما بينهم ونعمل كده ايه نظل المكان. نيجي بعد كده عندي الانترفال التانية من ال 2 لل 5، والاتنين كلوزد او الاتنين كلوزد. وهعمل كده. هو عايز ايه بقى حبايبي؟ عايز اليونيون. يعني ايه اليونيون؟ كل اللي عند اللي فوق وكل اللي عند اللي تحت. يبقى انا هاخد ابعد نقطة هنا وابعد نقطة هنا. يبقى ابعد نقطة عند الرايت، ابعد نقطة عند الليفت، واحط الانترفال زي ما شايفاها بالظبط، ما بغيرش حاجة فيها. يبقى انا هنا عندي نيجاتيف 1. دي كده كلوزد. كلوزد. واخر حاجة هنا عندي كان الفايف وبرضو ايه كلوزد. تمام. نيجي بعد كده نمبر 3. بيقول لي factorize each of the following completely. طيب انا عندي نمبر 1 ده كده لو بصينا كده ليه هنلاقيه عبارة عن كام ايه كام term؟ عندي 4 terms. ما دام عندي 4 terms يا حبيبي نعمل ايه؟ ناخد كل اتنين مع بعض نعمل جروب. تمام. وبعد كده هدور على الجريتست كومن فاكتور في الايه في الجروب الاولاني واطلعه بره. مين الجريتست كومن فاكتور ما بين الاتنين دولت؟ مين الكومن، مين المشترك ما بينهم؟ البي. الله ينور عليكم. وبعدين هيتبقى لي مين جوه البراكت يا حبايبي؟ هنعمل هنا divided b وهنا كمان divided b. هيدينا هنا ايه البلس بتاعتنا. وبعدين هيدينا هنا دي. ادي كده اول جروب. تاني جروب عندي مين الكومن اللي ما بينهم؟ مين المشترك؟ الاي. وما ننساش البلس بتاعتنا تنزل. تمام. هنا عندي الاي اذا كومن. يتبقى لي ايه؟ هعمل divided by e divided by e. هنا هي equal a بلس الدي. لو لاحظنا كده هنلاقي ان التو براكتس ايه في عندي التو براكتس ايه زي بعض بالظبط. هعمل ايه؟ هكنسلهم واخد منهم واحد بس. هكنسل ده وكنسل ده واخد منه واحد بس. يبقى انا عندي A بلس الدي. وبعدين هفتح براكت تاني والم في اللي اتبقى. مين اللي اتبقى عندي هنا؟ البي. ومين تاني كمان هنا؟ الاي. يبقى هنا بي بلس اي. وكده خلاص خلصنا اول واحدة. طيب تاني واحدة، لا دي سهلة خالص. دي عبارة عن difference between two cubes. ده يا ميس ده البراكت الصغير والبراكت الايه الكبير. يلا بينا.
براكت صغير كيوبيك روت اوف فيرست هيبقى اكس، كيوبيك روت اوف ثيرد اوف سكند هيدينا 1، والساين هي ما بتتغير. وبعدين باخد البراكت الصغير اشتغل عليه سكوير الفيرست، يعني الاولاني تو ذا باور 2 التاني تو ذا باور 2 واخليه في الاخر، ودايما الاخر بياخد بلس. طيب الميدل بقى بيتعمل ازاي؟ بناخد الفيرست تايمز السكند واغير الساين بتاعتي. يبقى تاني يا حبايبي الميدل هو اللي بيغير الساين، بدل ما هي ماينس هتبقى بلس. 1 تايمز اكس هتيكوال اكس، وخلاص كده خلصنا الايه نمبر 2. نيجي نمبر 3. نمبر 3 هنا حبايبي ناقصه حاجه. طيب ايه اللي ناقصها هنا؟ لو بصينا كده احنا ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى بيرفكت سكوير بس ناقص لها الميدل ترم مش موجود. اعمل ايه؟ هضطر اجيب الميدل ترم. يلا بينا كده نجيب الميدل ترم. هو الميدل ترم كان ايكوال وات يا حبايبي فاكرين؟ الميدل ترم ايكوال بوزيتيف نيجاتيف 2 روت فيرست روت ايه روت سيرد. هو فين الفيرست وفين السيرد؟ ده الفيرست وده السيرد. فين الميدل؟ هو ده اللي احنا عايزين نجيبه. تمام، يبقى انا هقول له بوزيتيف نيجاتيف 2 روت الفيرست هيدينا كام؟ روت الفور هيدينا 2، يبقى تايمز 2. الام باور ايه 4 هيدينا ام باور 2. وبعدين روت السيرد ده اللي هو ال1 هيكوال 1 تايمز 1 ملوش لازمه اساسا بس ماشي نحط. يبقى 2 تايمز 2 تايمز 1 هيكوال كام؟ هيكوال 4. ام باور ايه باور 2. هعمل فيه ايه اللي انا طلعته دوت؟ اللي انا طلعته ده حبايبي هضيفه واشيله. ليه يا ميس؟ لانه ما كانش موجود. فانا لما اعمل له بلس للايه للاكسبريشن دوت واعمل له كمان ماينس منه، يبقى انا كده اكني بحطه وبشيله في نفس الوقت، يبقى اكنه مش موجود. يلا بينا. يبقى انا هشتغل كده خلاص، عرفنا ان هو 4 ام باور ايه باور 2. هعمل هنا، عرفنا بيتعمل ازاي بس انا بوسع لنفسي كده بس مساحة. يلا بينا. هقول له كده اهوت بلس 2 ام باور 2 ماينس سوري 4 ام باور 2 ماينس برضه 4 ام باور ايه باور 2. هاخد البلس بس كده جوه البراكت، المفروض ان انا اعيد ترتيبها، اخلي دي كده في الميدل وده في الاخر مش فارقه. تمام. وبعدين احوله بدل ما هو تراينوميال هخليه باينوميال. الباينوميال بيتعمل ازاي يا حبايبي؟ طب يعني لما نعيد ترتيبهم هيبقى ده كده ايه، نكتبها تاني مفيش مشكله. هيبقى هنا 4 ام باور 4 بلس ال 4 ام باور 2 بلس ال 1، وهنا ماينس ال 4 ام باور ايه باور 2. لما نعيد ترتيبهم دلوقتي عشان احوله بدل ما هو تراينوميال اخليه باينوميال، هعمل ايه يا حبايبي؟ ده كده هجيب الروت بتاعه هيبقى 2 ام باور 2، وهجيب كمان روت السرد. يبقى انا بعمل ايه يا حبايبي؟ بجيب روت الفيرست روت السرد والساين بتاعة الميدل تاني. يبقى انا عشان اخليه باينوميال يعني all to the power 2 بعمل ايه يا حبايبي؟ روت الفيرست روت الفور 2 روت الام باور 4 ايكوال ام باور 2 روت الثيرد 1 واول باور ايه باور 2. باخد الساين بتاعة الميدل، هنا بلس هنزل بلس، ماينس هتبقى ماينس، كل ده ماينس ايه 4 ام باور 2. لو لاحظنا بقى هنا حبايبي هيبقى ده كده عبارة عن ايه؟ الله ينور عليك. وديفرنس دايما المسائل دي حبايبي اللي بنضيف وبنشيل هتلاقي نهايتها عبارة عن difference between two squares. ازاي بقى؟ ما هو ده سكوير ودول برضو بيرفكت سكوير، الفور بيرفكت سكوير والام باور 2 بيرفكت سكوير. هعمل ايه؟ هفتح تو براكت بس كبار شوية. ليه؟ لان هنزل البراكت ده كله زي ما هو جوه ايه جوه البراكت. تمام، باخده بقى بالبراكت زي ما هو، اشيل البراكت مش فارقه. يبقى انا هاخد ده لما احطه هنا اهوت بجيب هنا ديفرنس بتوين تو سكوير، بعمل ايه؟ روت الفيرست وروت السكند. روت الفيرست هنا يبقى هشيل الباور بس واحطه زي ما هو، يبقى 2 ام بار 2 بلس 1. هحطه في التو براكتس عشان ما انساش، مش هغير الساين، لا ده هو اكنه 1 اكنه نمبر هنا. تمام، اكنه فاريبل اكن حاجه واحده مش بلس. فانا باخد كله على بعضه، عايز ننزله بالبراكت عشان ما تتلخبطش نحط كده براكت اتس اوكي. وبعدين هنا بقى هعمل بقى مره بلس ومره ماينس، واخد روت السكند اللي هو هتبقى الروت الفور هتبقى 2، روت الام باور 2 هتبقى ام، وهنا برضو نفس الكلام 2 ايه
to L. وكده خلاص خلصنا نمبر 3. تعال نشوف كده نمبر 4 بيقول لي ايه determine the type of angle B in the triangle ABC. طيب فين الانجل B حبايبي؟ احنا عارفين ان ايه ده عبارة عن ABC. تمام، هدور بقى كده على الانجل ازاي. انا عندي السايد ده اسمه AB، يبقى الانجل اللي قصاده هتبقى C. نفس الكلام هنا عندي مين؟ البي سي، يبقى الانجل بتاعته A. هنا عندي الاي سي، يبقى الانجل بتاعته B. وابتدي بقى كده اشوف بقى كده هنعمله ازاي. طيب هو عايز الانجل بتاعت مين يا حبايبي؟ عايز هنا محدد لي انجل معينة، الانجل بتاعت البي. هجيب الانجل بتاعت البي سكوير، يبقى انا هقول له ال 12 سكوير، ونشوف يا ترى ده كده بلس بعض هيدينا كام. يبقى انا باخد الحاجة اللي هو طالبها بس. تمام، هعمل لها سكوير لوحدها، والباقيين هعمل لهم بلس. يبقى انا هعمل 9 to the power 2 بلس الايه ال 10 to the power 2. 9 to the power 2 equal 81 بلس الايه بلس ال 100، يبقى هيدينا في الاخر كام؟ هيدينا 181. طب وده تو ذا بار 2 144. طيب يا ترى ده اكبر ولا اقل من الصم بتوع الاتنين التانيين؟ ده اقل. ما دام الانجل اللي هو طلبها هي اقل، خدوا بالكم مش هي اللي اقل، السكوير بتاعها، وما ننساش خطوة السكوير. السكوير بتاعها اقل من الصم بتاع التو سكويرز التانيين، يبقى ده كده اكيوت. طب لو كانوا قد بعض، يبقى ده كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رايت. طب لو كانت اكبر، يبقى ده كان اوبتيوس. طبعا هنا عندنا اقل للزان، يبقى في الحالة دي هنقول له اكيوت. نيجي بعد كده نمبر 5. بيقول لي هنا الدي والاي والاف ار the midpoints of AB والبي سي and EC respectively. يبقى ده كده عبارة عن ايه كلهم؟ دول كده ميد بوينت للايه للثري سايدز دول. تمام، وزي ما واضح في الشكل. هنا بيقول find the perimeter of FED. عايز البريمتر بتاع ال FED بتاع الترينجل الصغير دوت. طبعا المفروض ان حضرتك بتعمل بروف ازاي. هقول ان ده كده هوت ايه، ده كده الميد بوينتس بتاعت اللاين ده واللاين ده واللاين ده. تمام، يبقى therefore ان الدي اي والاي اف والاف دي ار وات ار 100 سيجمنت. تمام، ما دام هم 100 سيجمنت، يعني معنى كده هوت ان هم كل واحده فيهم هتبقى ايه هاف الاوبوزيت ايه سايد بتاعها. يعني البريمتر بتاع الترينجل الصغير هيكوال هاف الترينجل الايه بريمتر بتاع الايه الترينجل الكبير. يبقى هقول له سنس ان ده كده هوت. يبقى هقول له كمان زيرفور ان الاف دي والدي اي والاي اف ار مالهم 100 سيجمنت. وما دام هو 100 سيجمنت، يبقى هقول له therefore ان البريمتر بتاع التريانجل الصغير اللي هو دي اي اف هي equal have البريمتر بتاع التريانجل الكبير اللي هو اي بي سي. جيبوا البريمتر بتاع الكبير. هنا عندنا هي equal كام؟ 6 بلس 8 بلس 10 هي equal 24. يبقى هي equal البريمتر بتاع الصغير هي equal have times 24 هي equal كام؟ 12. ادي كده جبنا البريمتر بتاع الصغير، ودي كده كانت اول حاجة. تاني حاجة بيقول لي proof ان ال FE دي is a right angle triangle. طيب ما دام هو عايز يثبت ان ده كده right angle triangle، يبقى في الحالة دي المفروض ان احنا نجيب كل سايد فيهم بكام. تمام، ما دام قال proof، يبقى حضرتك هتقول لي ان ال FD ماله؟ ال FD is ايه 100 segment is بقى، يبقى هو ايه equal half الايه الCB. يبقى هنا عندي ال FD 100 segment. يعني ايه 100 سيجمنت؟ يعني عبارة عن ايه جوين ما بين two mid points of two ايه sides of triangle. هو عامل فعلا جوين ما بين الميد بوينت بتاعت الاي بي والميد بوينت بتاعت الاي سي. يبقى therefore ال FD equal what equal have السي بي. يعني equal كام؟ يعني equal 5. لازم نجيبهم كلهم كل واحد لوحده. نفس الكلام هنقوله برضو بالنسبة لمين يا حبايبي؟ بالنسبة للدي اي برضو الدي اي برضو 100 سيجمنت. تمام، يبقى الدي اي هي ايكوال وات؟ هي ايكوال هاف بقى مين؟ فين الاي دي؟ فين الاوبوزيت لي؟ فين اللي بارلل لي؟ اللي هو الاي سي. هي ايكوال كام؟ نص الاي سي هي ايكوال 4. ادي كده ده كده 4. نفس الكلام عندي الاي اف. ماله الاي اف؟ برضو 100 سيجمنت.
يعني equal have مين؟ equal have اللي بارليلو، اللي هو مين اللي بارليلو اللي قصاده على طول، اللي هو 6، يبقى have a 6 لو have ال AB يعني equal كام؟ يعني equal 3. ادي كده جبنا كل واحد فيهم. حاسبت بقى ازاي ان هو رايت يا حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف كده اهوت ال A دي بكام. نشوف كده ال A دي سكوير، ونشوف كمان ال DE سكوير. هو بيقول لك ان هو عايزه رايت بس، لكن ما حددش انهي انجل، فهو باين ان ده كده اللي هيبقى الكبير. تمام. وهجيب ال DE سكوير بلس ال EA ال EF سكوير. تمام. ال AD سكوير احنا جبنا ال AD بكام؟ ده ال FD مش ال AD، ده ال FD. تمام. ال FD سكوير بكام؟ ال FD احنا جبناه بكام؟ ب5، يبقى هنا عندنا هيبقى 25. والدي اي احنا جبناه بكام؟ الدي اي جبناه ب4 يبقى 16. والاي اف جبناه ب3 يعني السكوير بتاعه ب9. طب ما ده هيكوال 25 وده كمان ايكوال 25، ما دام هما ايكوالز يبقى ده كده ايه؟ therefore ان التريانجل عندي اللي هو الدي اي اف is a right angle triangle. يلا بينا نمبر 6. بيقول لي هنا ايه؟ if E and D are midpoints of AC. تمام. نفس الفكرة برضو بتاعت الميد بوينت، نفس الفكرة بتاعت الميد بوينت، بس في كمان جزء هنا ايه صغير. ايه الجزء بقى كده الصغير؟ تعالوا نشوف. يلا بينا. هو عطينا هنا ايه؟ عايز البريمتر بتاع تريانجل اللي اسمه ام البي ام سي. فين البي ام سي؟ البي ام سي اللي هو اللي عامل له شات داون. طيب هنجيب البريمتر بتاعه ازاي؟ لازم اجيب اتش اي سايد فيه. طيب هشتغل على الميد بوينت. انا مش عندي دي ميد بوينت، دي ميد بوينت اوف اي بي، والاي برضه ميد بوينت اوف ايه اف سي، يبقى زين الدي اي ايكوال هاف مين؟ البي سي. طب انا هنا موجوده عندي الفور، يبقى ده كده الدبل بتاعه هيكوال ايه 8. يبقى هقول له زير فور ان الدي ميد بوينت اوف اي بي، وكمان عندي مين تاني؟ عندي الاي ميد بوينت برضه لمين؟ للاي سي. يبقى زير فور ان الايه بقى؟ ان الاي دي equal have مين؟ have السي بي. يبقى السي بي بكام؟ يبقى therefore السي بي هي equal كام؟ 4 times 2 هي equal 8 سنتيمتر. ادي كده جبنا اول حاجة طلع ب 8. طيب ايه اللي عطوهولي تاني يا حبايبي؟ بصوا لي بقى كده. هو عاطينا هنا الدي ميد بوينت صح؟ يبقى السي دي ايه؟ is called what is called median. يبقى since برضو ان الدي ميد بوينت، يبقى عندي السي دي ماله median. طب نفس الكلام مش الاي برضو هنا ميد بوينت الاي سي، يبقى هنا البي اي برضو ايه؟ ميديان. ويبقى ده ميديان وده كمان ميديان، يبقى الانترسكشن ما بين التو ميديان بيدينا السنترويد ايه بوينت. الله ينور عليكم. يبقى الام دي كده سنترويد يبقى هقول له كمان ومين تاني كمان؟ الاي ميد بوينت. تمام. يبقى انا عندي الاي بي ميديان، ويبقى كمان عندي الام، يبقى therefore الام از ايه؟ سنترويد. تمام. وما دام هي سنترويد، احنا عارفين السنترويد بتعمل ايه يا حبايبي؟ ده بتقسمها لايه؟ ل 1 to 2 from the base او 2 to 1 from the vertex. تمام. طب انا هنا عندي ايه؟ دي كده ب 3، الام دي عطاها لي ب 3، دي كده ناحيه مين؟ ده ناحيه البيز. طب انا عايزه من ناحيه الفيرتكس، انا عايزه السي ام دي بقى هتيكوال وات؟ احنا قلنا 1 to 2 يعني دي دبل دي، يعني الام سي هتكون دبل مين؟ الام دي. يبقى هنا هقول له ايه؟ since ان الام دي equal 3 سنتيمتر، therefore هتبقى الام سي هتيكوال كام؟ هتيكوال 6 سنتيمتر. تمام. طيب عندي ايه تاني كمان عطوهولي في المسألة مش واخدين بالنا منه؟ عطينا البي اي كلها بكام؟ ب 6 سنتيمتر، كل دي كده ب 6. طب هقسمها ازاي يا حبايبي؟ هقسمها على 3، كل واحد ياخد نايم، ده كده هياخد 1 وده كده هياخد الاتنين التانيين، يعني هي كلها ب 6. تمام. هو عايز مين؟ انا عايزه الام بي. الام بي من الاي بي كلها 2 سرد. طيب ميس انا مش بعرف اقسمها كده. قسموها على 3، قسموا 6 على 3. هقول له 6 ديفايدد باي 3 هتيكوال 2. يبقى دي كده الصغيره هتاخد 2، يبقى الكبيره تاخد ايه؟ الدبل بتاعتها تاخد 4، يبقى الام بي 4.
هتيكوال 4 سنتيمتر. ادي كده بقى عندي دي 4، واحنا لسه جايين من شويه دي كده 6، وده كده كانت 8. يبقى البريمتر of triangle ال BMC هيكوال 4 بلس 6 بلس 8 هيكوال كام؟ هيكوال 16 ايه سنتيمتر. 16 ايه، لا سوري 18 سنتيمتر. يلا بينا آخر مسألة. بيقول لي from the frequency table with intervals and ascending cumulative frequency table and represent is graphically. ايه ده؟ ثواني كده، هو عايز من ال stem and leaf دي يعمل لي فورم كون frequency table بالانترفال. وعايز حاجة تانية كمان، عايز ascending cumulative frequency table and represent وجرافيكلي. ده عايز كام حاجة حبايبي؟ ركزوا بقى كده. ده هنا أول حاجة دي حاجة لوحدها، فورم the frequency table with intervals. نعمل تيبل ونعمل فيه الانترفالز. يلا بينا، بنعمله ازاي يا حبايبي؟ اكس وايه، هسمي ده كده اكس وايه واف. بس الانترفال مش بتبقى اكس بس، هسميها كده ايه مجازا، لكن هي مش اكس اساسا. احنا عارفين ده لازم نحولها لايه، نجيب الايه السنتر اوف ايه، السنتر اوف انترفال. تمام. طيب اول حاجه هنا حبايبي ده كده معناه ايه؟ خدوا بالكم الكي بتاعنا تحت بيقول لي كده ان ايه 3 وفي هنا لاين وبعدها 2، نحطهم الاثنين على بعض تبقى 32. يبقى ده كده معناها 14 15 15 17 18 19. يبقى هسمي دي كده 10 اند مور، وبعدين اللي بعدها 20 اند مور 30 اند مور 40 اند مور 50 اند مور. يلا بينا ونشوف بقى كده عندنا كام element في كل ايه، في كل interval. هنا عندنا نعد بقى 1 2 3 4 5 6. تمام. ال 20 and more 1 2 3 4 5. تمام. 1 2 3 4 5 6. تمام. 1 2 3. آخر حاجة 1 2 3 4. تمام. يلا بينا، عملنا أول حاجة طلبها مننا اللي هو الايه frequency table بالانترفال. تمام. بعد كده عايز ايه؟ لا ده كمان عايز تاني كمان تيبل تاني and the ascending cumulative frequency table. اللي هو ازاي يا حبايبي؟ اللي احنا بنعمله كده، بنقسمه لكام؟ لتو. واحد في الانترفال و بنعمل للزان. فاكروا بتاع اللزان؟ يا حبيبي بتاع اللزان. يلا بينا. للزان اول حاجة للزان كام؟ هصغر كده خطي. للزان كام اول حاجة؟ للزان 10، وبعدين للزان 20 للزان 30 للزان 40 للزان 50، وقلنا بزود واحدة وبخلي كمان للزان 60، لأن أنا عندي 50 and more. طب and more و50 دي هوديهم فين؟ لازم أقول للزان كمان ايه اللي بعدها 60. يلا بينا. مين اللزان 10؟ قلنا كنا بنشتغل ازاي في الفريكونسي تيبل يا حبايبي؟ بعمل كده أسهم بالمنظر ده كده. هنا الليزن 10، مين اللي أقل من 10؟ مفيش، زيرو. ده لازم يبتدي الايه الاسcending cumulative ايه cumulative table، لازم يبتدي الأول بالزيرو وينتهي بالصم بتاعهم بالتوتال بتاعهم. تمام. أول حاجة زيرو. طب مين اللي لزان 20؟ السكس. مين اللي لزان 30؟ خد بالكوا بقى كل اللي قبلها، يعني مش الفايف بس، لا كل اللي قبلها. 5 بلس 6 equal 11. مين اللي لزان 40؟ كل اللي قبلها، هعمل ده بلس ده بلس ده هي equal 17. مين اللي لزان ايه 50؟ كل اللي قبل ده. تمام، هنعمل لهم بلس هي equal 20. وبعدين لازم بقى السكستي بقى اللي احنا المفروض نزودها هنا، هتبقى كل دوت كل اللي قبلها هي equal 20 ايه 24. نعمل بلس كده ليهم ونتأكد. ادي كده 11 17 20 24 مظبوط. تمام. هبتدي اعمل ايه بقى كده يا حبايبي؟ احنا كده خلاص خلصنا التيبل. عايز ايه بقى؟ represent graphically. graphically يبقى لازم اعمل الايه الاكس اكسس والواي اكسس. طيب اول حاجه تحت بحط ايه؟ انا كل دوت خدوا بالكم جرافيكلي دي يعني انا بحط التيبل ده، ماليش دعوه بالتيبل ده. التيبل ده اللي بيتعمل له ريبريزنت جرافيكلي وبيتعمل الكيرف بتاعنا. باخد كل دول احطهم تحت. ادي 10 20 30 40 50 60. تمام. وبعدين بعمل فوق يا حبايبي النمبرز دي، بس مين اكبر رقم عندي هنا؟ 24. انا مش بحطهم زي ما هما، لا بشوف اكبر رقم وانا بعمل السكيل بتاعي وبعمله مظبوط وما بين كل ايه
واحدة والتانية لازم يكون equal ايه equal distance وايكوال كمان ايه كمان اللينس بتاعهم برضو مظبوط. 24 همشيها ازاي؟ انا هنا صعب ان انا اعمل مثلا كل 2، هيبقى المكان ضيق جدا. ممكن اعمل كل ايه؟ طيب نجرب كده كل ايه؟ كل 4. يلا بينا. مادام بدأنا بالفور يبقى كل مرة هزود فور يا حبايبي، ما ينفعش اعمل حاجة تانية، لا. يلا بينا. اول حاجة كانت بزيرو، التين كانت بزيرو، يبقى انا هبتدي من عند الزيرو. يلا بينا. ادي زيرو. بعد كده هطلع لحد السكس. فين السكس؟ ما بين الفور والايه. بعد كده هطلع لحد الاليفن قبل التويلف بحاجة صغيرة. هطلع لحد السيفنتين بعد السكستين بحاجة صغيرة. هطلع لحد التوينتي. فين التوينتي؟ تمام. بعد كده هطلع لحد التوينتي ايه؟ توينتي فور. يلا بينا واعمل الكيرف ايه بتاعي. تمام. ممكن يكون مش مظبوط قوي طبعا لان انا هنا مش عاملاه بالمسطره، طبعا حضراتكم بتعملوا بالايه؟ بالرولر بتاعتكم، لازم تبقى الايه؟ تعملوا كل 1 سنتيمتر. تمام كده وخلاص خلصنا exam 2. اشوفكم على خير ان شاء الله في exam 3. والسلام عليكم.